السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في سنة 2024 حقق المغرب إنجازا بارزا في قطاع السياحة، حيث استقبل 17 مليون فاصل 4 سائح في العالم، متفوقا على مصر التي استقبلت 15.7 مليون سائح خلال نفس السنة. هذا النمو يعكس قدرة المغرب على جذب السياح رغم التحديات الجيوسياسية، مما يعزز مكانته كوجهة سياحية رئيسية في إفريقيا. ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا الإنجاز فنجد المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب في تطوير البنية التحتية السياحية، من حيث افتتاح العديد من الفنادق الجديدة، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية، فاستعداد المغرب لاستضافة كأس الإفريقية والأداء المميز للمنتخب الوطني في كأس العالم لسنة 2022 عاملان بارزان ساهما أيضا في جلب السياح من مختلف مناطق العالم. فعلى الرغم من أن مصر لا تزال وجهة سياحية رئيسية، إلا أن المغرب تمكن من تجاوزها بفضل استراتيجياته السياحية المتطورة. وفي المقابل وضعت مصر أيضا خطة طموحة لاستعادة مكانتها الرائدة في السياحة، تهدف إلى جذب 18 مليون سائح بحلول عام 2025 بالاعتماد على مشاريع رئيسية مثل افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير البنية التحتية السياسية. لكن المغرب أيضا سيعمل جاهدا بفضل قدراته وموارده الطبيعية ومجهودات التي تبذلها الدولة بمختلف قطاعاتها، فهو قادر على تحقيق النمو السياحي وتحقيق تقدم وازدهار كبير في هذا المجال، وبالخصوص مع التظاهرة العالمية التي سيحتضنها المغرب بسنة 2030، وهي استضافة كأس العالم لكرة القدم مناصفة مع إسبانيا والبرتغال.